السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا على خير وبخير. اليوم حبيت أشارك معاكم المخلّلات البسيطة. هنا عندي البنجر اللي هو إحنا بنقول له في المغرب الباربة أو هنا بيقولوا له شمندر أو البنجر. بنقطّعه كده قطع يعني نحيفة كده، طبعًا قشّرناه ومغسول وكل الحاجات دي، وبنحطّه في مَيّة كده الكافية، وبنحطّه يغلي يا دوب تطلع فيه غلوة، وبنحط بنعمل محلول كده نُص لتر مَيّة، بنحط فيه كوب، يعني ده نُص كوب من الخل تُلت الكوب من الملح. طبعًا أنا عندي هنا كمية، فطبعًا لمّا شُفت دُقت الخليط لقيت إنه البنجر اللي عندي مسكّر شوية، زوّدت يعني كوب كبير من الخل حملته على الكمية دي، ولمّا يبرد طبعًا هنحطه في برطمانات. وهنا باوريكم عندي هنا الفلفل والليمون، بنقطّعه كده على هذه الطريقة ونحشيه بالملح كويس، يعني كل القطع بنعملها نفس الطريقة. وعندي هنا الخيار، بنقص بس الجوانب دول، ومن هنا ومن هنا بنشيلهم، نقسمه على 2 وبعدين على 2، يعني نقطّع كل واحدة على 4، بس يضل عشان لو عندكم الصغير ده بيكون نحيف ممكن تحطوه كده صايم، بس تشيلوا التحت والفوق عشان يدخلوا الطعم، وتحطوه في الجوارير كده على طوله. لكن أنا ما حصلش، كان عندي هذا الكبير، فتقسموه كده على 4 عشان بس يضل معاكم. أنا عشان كنت جربته وعملته نحيف وبسرعة بيدوب، فاعملوه بهذه الطريقة إن شاء الله هيصبر معاكم وقت طويل. ونرصه كده في البرطمانات، نمر نشوف الخضار المشكل، يعني تشكيلة من شوية. عندي كوسة، وعندي جزر، وعندي اللفت البنفسجي هذا. طبعًا الجزر بنقطّعوه كده رفيع، ما فيش مشكلة بيصبر، والكوسة كمان تتقطّع بالطريقة هذه تكون شوية سميكة عشان تتحمّل، اللفت كمان نقطّعوه كده شوية يعني وسط، مش نحيف مش سميك، نحطّهم في البرطمانات كده. يُفضّل لو كان عندنا الإزاز، بس حتى لو كان البلاستيك ده بيتحمّل يعني، بس يكون نوعية جيدة ويتقفّل كويس. خلاص خلّصنا الكمية هذه، هنمُر نرص الليمون. الليمون طبعًا إحنا حشيناه بالملح. الليمون ده ممكن تطلع فيه غلوة ونشيله، يعني لمّا نغسله وكل حاجة نطلّع فيه بس غلوة بسيطة، ونخلّيه يتصفّى، وبعدين نعمل له نفس الطريقة. أنا هنا حطيت عليه شوية كمون، يعني منسمات، حطيت كمون وشوية فلفل أبيض وحبة البركة وورق لورا وتوم، وكمان نفس الشي بالنسبة الفلفل، حطيته بنفس الطريقة. أنا باوريكم هنا في فلفلاية كبيرة كيف شكلها، يعني الفلفل الرومي ده من النوع ده، ممكن تعملوا أي نوع يعني مش شرط ده. وأنا عندي هنا بصل صغير قطعته كده، وكمان البصل ممكن تعملوه نفس الطريقة، بس بياخد وقت عشان يستوي، يعني البصل الصغير ده ممكن تعملوه كمان. قطعته كده، وممكن تزودوا على كل البرطمانات دول ال اللي هو فلفل حار عشان يدّيكم طعم. أنا بعدين حطيته ما تصوّر معايا. ونحط كل الكميات دي، ونرش عليها يعني المنسمات اللي أنا اللي وريتكم هي، وممكن تعملوه من غير، يعني ده الاختيار، يعني المنسمات دي اختيارية. وبعد كده خلاص بنحضّر هنا المحلول، عبارة عن كل لتر مَيّة بنحط فيه تِلت كوب من الملح، مع كوب فئة 250 مِلِّي من ال الخل، الخل الأبيض طبعًا. ويُفضّل المَيّة تكون مفلترة أو مغلية مسبقًا وباردة، عشان يعني ما يكون فيها يعني بكتيريا أو أي حاجة تكون مش كويسة عشان المحشي. ونغمر بيه الكمية. طبعًا الكميات يعني تغمروا المَيّة على كل البرطمانات، ولو شفتوا إنه ناقص زوّدوا. وطبعًا هنا أنا حطيت الكركم، بس هذا عشان اللون وكمان الطعم، يعني ده مش ده اختياري، يعني ممكن تعملوه ممكن لأ. ممكن نقلب البرطمانات على كده، يعني كل يومين 3 نقلبهم، عشان يصير يعني يتوزّع المحلول، وكمان لو كان في فراغات يعني نتفاداها. وهنا بعد أسبوع صار جاهز معايا الخيار الفلفل، بسرعة بيجهزوا.
يعني أسبوع خلاص صاروا جاهزين معايا الخضار، وطبعًا البنجر بيكون جاهز من خلال 3 أيام خلاص جاهزين. طبعًا هنا الليمون أخد وقت طويل لإنه أنا ما عملتش فيه الغلوة دي، لإنه أنا حبيته يضل محافظ على كل المنافع اللي فيه. يعني لمّا أنا تغليه كده الغلوة دي لسه هنا زي ما تشوفوا لسه ما استواش كويس، فممكن نزوّد. أنا صوّرت معاكم بعد 20 يوم، وشوفوا ما شاء الله يعني الخضار كده يعني لسه فريش وبتقرمش. كلّها كويسة، إن شاء الله تجربوا الطريقة وتعجبكم. وإذا عجبكم الفيديو اعملوا لي اشتراك في القناة، وتابعوا القناة عشان يوصلكم عشان نشارك معاكم كل جديد، وإن شاء الله أشوفكم في وصفات جديدة، في أمان